أعيد الحديث؟ أي نعم، انتبهوا، حديث عظيم هذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. الله على كل شيء قدير، يعني صغرها، صغر الأرض أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صارت في مشهد الرسول يشاهدها كلها. نعم. فرأيت مشارقها ومغاربها. نعم. فرأيت مشارقها ومغاربها هذه معجزة، هذه واحدة، آية واحدة. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا الثانية، المعجزة الثانية، أخبر أن أمته ستملك ما زوي له من المشارق والمغارب قد حصل. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر اللي هو كنوز الروم وفارس والروم، الأبيض والأحمر يعني الذهب والفضة. نعم. قال ابن ماجه: يعني الذهب والفضة. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بجدب عام. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. هذه الثانية، هذه المسألة الثانية. والثالثة: فيستبيح بيضتهم. نعم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. هذه المسألة الأولى، استجاب الله. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. هذه الثانية، استجابها الله. نعم. فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. من بأقطارها، ما يستطيعون يزيلون الإسلام مهما بلغوا. الإسلام سيبقى الإسلام إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الإسلام ما يزول نهائيا من الأرض، سيبقى. استجاب الله لرسوله هذا. نعم. أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلكها. حتى هذه الأخيرة ذي، إنما بعضهم يتسلط على بعض، تحصل الفتنة بينهم، هذه الله منعها ولم يستجب. نعم. ويسبي بعضهم بعضا. نعم. فإذا حصل بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا المسلمين بينهم، فهذا سيحصل وسيقع. نعم. قال رحمه الله: زاد أبو داود: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم، هذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة المضلين من علماء الضلال، دعاة الشر، دعاة الضلال ودعاة الفتنة، وما أكثرهم يسمون بالدعوة إلى الدين وهم يدعون ضد الدين، يلبسون على الناس. هذول خطر والعياذ بالله، خطر على المسلمين. هذه واحدة يخاف الرسول منهم. نعم. وإذا وضع السيف في أمتي. وهذه الثانية، إذا وقعت الفتنة فإنها تستمر فيهم، وقد وقعت بقتل عثمان رضي الله عنه. لما قتلوا عثمان انفتح باب الفتنة على المسلمين، ولا يزالون إلى أن تقوم الساعة والفتن بينهم، نسأل الله العافية. نعم. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. هذا المشكلة خطيرة هذه. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. هذه بعد مسألة عظيمة، والردة. يرتد كثير من المسلمين في آخر الزمان، يلحقون بعبدة الأوثان، وهذه حاصلة. كثير الذين يرتدون الآن عن الدين، يتبعون فارس والروم ويمدحونهم ويتعلقون بهم ويعظمونهم، وأنهم هم العرب وهم الناس، وهم اللي عندهم الحضارة وعندهم الرقي والتقدم، ولا ينظرون إلى دينهم، ينظرون إلى ما معهم من الدنيا والفتنة، ويرتدون عن الدين والعياذ بالله، يقولون هذا ديننا ما بخير، هذول ما هم على دين وش صاروا الآن، يقولون هذا الدين هذا حاجزنا عن الرقي والتقدم والحضارة. ما تسمعون هذا واقع الآن، يزهدون بالدين، يقولون إنه هو اللي عوق المسلمين. الدين ما عوق المسلمين، الدين يحث على طلب الرزق، يحث على الصناعة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يحث. لكن المسلمين تكاسل، الذنب ذنب المسلمين ما هو ذنب الدين.
لا، هم قلبوا على الدين الآن، يقولون الدين هو اللي أخره. نعم. وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. تعود عبادة الأوثان في هذه الأمة. يقولون لا، ما يمكن، المسلمين ما يرتدون عن الدين، ما يمكن. وعبادة الأصنام هذه ما هي بشرك، هذا توسل إلى الله، يسمونه توسل إلى الله. يعبدون الأموات يستغيثون بهم، يقولون لأنهم يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لنا عند الله، يسمونه بهذا، يسمون الشرك بهذا الاسم. هذه فتنة عظيمة. نعم. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30. هذه أيضا مصيبة، أنه يظهر ناس يدعون النبوة، ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي، وخاتم النبيين. الله جل وعلا قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فاللي يصدق من يدعي النبوة كافر، اللي يصدق من يدعي النبوة بعد الرسول يكون كافرا والعياذ بالله، لأن النبوة ختمت. نعم. كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لا تصدقوهم، لا تصدقوا الذين يدعون النبوة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه البشرى بعدها الفتن والشرور. الحمد لله الدين باقي، مع الفتن ومع الشرور الدين باقي، لكن من يتمسك به هذه هي المهمة. يتمسك به يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى ثبات. نعم. ولذلك يقل التمسك به. نعم. على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والله حديث عظيم هذا جدا. نعم.